للدرجة دي وصل الاستخفاف. شخص غير مسيحي دخل الكنيسة، ووقت التناول كان واقف في طابور التناول، واللي حصل كان عجيب. اللي حكى كل اللي حصل الشماس اللي كان حاضر القداس مع الأنبا فام. وقت التناول بيحكي ويقول: سيدنا قال هات المايك علشان أقول كلمتين للشعب، والناس سكتوا وكانوا منتظرين الأنبا فام يقول التنبيهات اللي عايز يقولها لهم. بص الأنبا فام بمنتهى الحزم للشعب وقال لهم: اسمعوني كويس وركزوا في الكلام اللي أنا هقوله لكم. اللي مش متعمد أرثوذكسي ما يتقدمش للتناول، أي حد غير مسيحي ما يتقدمش للتناول، واللي مش مقدم توبة ما يتقدمش للتناول، واللي مش معترف ما يتقدمش كمان للتناول، ولا اللي مخاصم أي حد ما يتقدمش للتناول. أنا بريء من أي حد يخالف كل التنبيهات اللي أنا قلتها. كل واحد هيتحاسب عن نفسه، لأن أنا نبهت وخلاص على كده، وانتوا أحرار. وراح شاور الأنبا فام للشماس إنه يكمل تاني في المردات، وابتدى الأنبا فام في التناول للشعب، والناس كانوا واقفين في صفوف مستعدين للتناول. وفي الطابور حصل حاجة غريبة. واحد بقى واقف في مكانه مش عايز يتحرك، ولا قدام ولا ورا ولا شمال ولا يمين، وبقى معطل طابور التناول. واللي وراه كانوا بيقولوا له: يلا يا أستاذ اتفضل، مستني ايه؟ الطابور كله واقف وراك علشان التناول، يلا. كانش بيتكلم ولا كان بيتحرك من مكانه، كان وضعه غريب، كأنه كده بوضع المشي بس ثابت في مكانه ما بيتحركش. فلما لقوا الناس الراجل ما بيستجيبش لأي كلام وما بيتحركش ولا بيدي أي إشارة، ابتدى واحد منهم ينادي على سيدنا الأنبا فام ويقول له: يا سيدنا، سيدنا وقف علشان ينتبه له ويشوفه بيقول ايه. قال له: في ايه يا ابني؟ قال له: الشخص اللي هناك ده يا سيدنا واقف في مكانه ومعطل طابور التناول ومش عايز يتحرك وكأنه متمسمر في الأرض. راح بص كده الأنبا فام للشخص اللي واقف ومتمسمر ده في مكانه، وراح زعق فيه وقال له: مش أنا قلت ما يتقدمش للتناول اللي غير مسيحي؟ عاجبك الوضع اللي انت بقيت فيه؟ بقيت شبه العمود متمسمر في مكانك. وراح كمل كلامه الأنبا فام وقال: مش أنا قلت ونبهت؟ وابتدى يكرر في التنبيهات من تاني اللي كان ذكرها وقال: أرجوكم ابن الطاعة تحل عليه البركة، اسمعوا التنبيهات اللي أنا بقولها، واللي هيخالف التعليمات مش هيبقى حاله زي حال الأستاذ اللي متسمر في مكانه ده، لأ، ده حاله ممكن يوصل إنه يموت. فابتدى الناس اللي واقفين في طابور التناول في منهم يخاف، وابتدى يتراجع وينسحبوا من طابور التناول، ورجعوا لأماكنهم تاني على الدكك اللي كانوا واقفين عندها في الكنيسة. الأنبا فام لما لقى في عدد بيمشي من طابور التناول بصلهم وقال لهم: هو لازم كده؟ لازم ربنا يوريكم العصاية علشان تصدقوا؟ ده التناول ليه هيبة عظيمة، وكان الموقف ده ليه سبب كبير في تغيير كتير من نفوس الناس اللي كانت حاضرة وواقفة. وبقى كتير من الناس تأنب نفسها وتبكتها وتقول لنفسها: احنا فعلا غير مستحقين اننا نتقدم وننول السر العظيم، سر التناول. اما الراجل بقى اللي كان واقف ومستمر في مكانه وما اتحركش، سيدنا الأنبا فام جاب مية مصلية من قلب الهيكل وراح رشها على الشخص ده وقال: باسم يسوع المسيح تتفك وتتحرك من مكانك. وفعلا في الحال الشخص اتحرك، وبعد ما اتحرك كان منهار من البكا، كان بيعيط بحرقة. راح الأنبا فام طبطب على كتفه وقال له: خلاص يا ابني، ما تعملش كده تاني، بطل بكا واهدى. وراح الأنبا فام يكمل تاني مناولة الناس، لكن قبل ما كان يكمل مناولة الناس وقف وبص للشعب وقال: يا ريت النهاردة
كل واحد يقدم توبة ويتوب عن كل شيء بيزعل ويغضب ربنا. وكل اللي انسحب من طابور التناول أنا هدي للجميع حل النهاردة، بس المرة الجاية الكل يجي تايب ومعترف، واللي مخاصم حد لازم يصالحه. والكل أول ما سمع الأنبا فام وهو بيقول الحل فرح، ورجعوا كل اللي انسحب من طابور التناول رجعوا تاني وقفوا في طابور التناول، وهم فرحانين على إن ربنا سمح لهم بفرصة تانية بإنهم يتناولوا. فعلا التناول بركة كبيرة وعظيمة. ربنا يجعل دايما باب الكنيسة مفتوح لينا على طول، وإن التناول يكون سبب للاتحاد برب المجد يسوع المسيح، ويكون سبب بركة وتعزية وقوة لينا كلنا. المعجزة الجميلة دي حصلت مع الأنبا فام بدير أبونا يسة بكوم غريب. شفاعة أم النور وشفاعة كل حبايبها من الشهداء والقديسين تكون معاكم وتفرحكم، وانتظرونا في معجزة معزية جديدة وقصة حقيقية كلها بركة. سلام.